صباح الخير. من الأسئلة اللي الواحد بيتسألها سواء هو بينفذ برنامج شغل أو حتى في دردشة عادية مع المعارف أو الأصدقاء، هو المصري القديم ليه كان بيظهر دايما بملابس صيف؟ هما ما كانش عندهم شتاء؟ الإجابة كالتالي: لا، المصري القديم كان عنده شتاء عادي خالص زي كل الناس، بس الفكرة كلها لأسباب كتيرة قوي. بعضها أسباب دينية، وأسباب مهنية، وأسباب فنية. كان الظهور بيكون بملابس صيف. طب ازاي يعني؟ أولا أسباب مهنية. المصري القديم كان شغله في الزراعة، فبيحتاج ملابس سهل عليه انه يقدر بقى يعمل بيها اعماله الزراعيه، بقى يعزق الارض، يرمي البذور، يفتح الترع عشان يروي، يصرف الميه الزياده. بعد كده بقى موسم الحصاد بيكون كده كده في الربيع، فبيكون الجو صيف، او يعني بيكون الجو دافي. تاني حاجه اسباب دينيه. اسباب دينيه انه في الحياه الاخرى نظره المصري القديم للابديه هي شكل من اشكال الاستمراريه وشكل من اشكال الاتزان. فالاتزان دوت بيتحقق مش ان الواحد يكون لابس ملابس تقيله مخالفه للشكل الواقعي بتاع الانسان وهو عايش حياته العاديه، لانه بالذات انه موسم الشتاء في مصر كان موسم قصير زي ما احنا عايشين دلوقتي. الشتاء عندنا 3 4 شهور، فالصوره الاعم والاشمل هي ملابس خفيفه. فكرة كمان فنية ان المصري القديم كان دايما في حياته شكل الاستقامة او شكل الامور المستقيمة اللي ما فيهاش تعرجات كتيرة. حتى هنلاقي انه معظم الخطوط عندهم في الفن او في الرسم خطوط قوية حادة جدا، ما فيهاش زوايا ميل كتيرة. فلما برضو بيجي يرسم بيرسم يا اما مثلا حاجه بيسموها النخبه القصيره، يعني جيبه قصيره اللي هو بيحارب بيها. برضه لما بيزرع بيلبس برضه حاجه مشابهه لده. شكل جسمه، الدراعات مستقيمه، المناخير مفيش انحناءات كتيره، غير هو مضطر يعمل انحناء جامد قوي عشان يمثل الحقيقه. لكن في الغالب وفي الاشمل وفي الاعم المصري لابس صيفي. لكن برضو في عندنا زي المنظر مثلا اللي حواليه لكم ده، الناس لابسه حاجه كده صوف او كتان كثيف، عامله زي الكارديجان الى حد كبير. فلا، الجو لما بيسقع بيلبسوا لبس شتوي عادي يعني.